في ليلة الجمعة في شهر محرم الحرام، في أطهر بقعة من بقاع الأرض، من أطهر بقاع الأرض، عند أنيس النفوس، عند الإمام الرضا، جده الإمام الرضا عليه السلام، سوف يرقد السيد الولي القائد الشهيد سيد علي خامنئي بعد رحلة شاقة جدا، عمر طويل، عمت عيني عليه قضى بمن بمجاهدة النفس ومجاهدة الأعداء. مجاهدة النفس أعظم من جهاد كل عدو، لأن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. جاهد نفسه ورفع سمعة بلده، بل رفع سمعة المسلمين وشيعة أمير المؤمنين والعلماء أجمعين، بزهده، بورعه، تقواه، بصدقه، بنبله، بكل شيء. منين ما تلتفت له هو نبيل، منين ما تلتفت له هو قائد، منين ما تباوع له مميز في كل شيء، مميز بشكله، مميز بهندامه، مميز بمنطقه وفصاحته وبلاغته، مميز بصلابته، مميز قلت لك في كل شيء. لو أظل أعدد أتعبك وتتعبني. فتعالى الله علوا كبيرا، خرج الناس بالملايين، ولو سمحوا لباقي البلدان لشيعوه كما شيعته إيران والعراق. سبحان الله، سبحان الذي رفع شأنه، سبحان الذي أعلى مقامه، سبحان الله الذي أعطاه هذا الوجه الكريم، هذا الوجه المبارك، هذا الوجه النوراني. سبحان الله الذي أعطاه هذا القبر وهذه المنزلة وهذا الحب والعرش الذي بناه في قلب كل إنسان مؤمن. هاي حسن الخاتمة، مو تجيني تشاوي لك قصتك والتسارق المليارات، مو تجيني لاف لك عمامة سودة وأنت تساند وتعاضد سراق المال العام وسراق قوت الشعب، حتى جعلتم العراق فقير بلقع يئن علما إلى أبسط الخدمات. روح سيدنا، هنيئا لك، لا تنسانا بشفاعتك. إي والله سيدي، لا تنسانا بشفاعتك، مذنبين خطائين ما نوصل الشسع نعلك. إي والله، فلا تنسونا إحنا الخطائين، زبالة الدنيا، زبالة الدنيا ظلينا إحنا خلافكم، شنسوى من دونكم. نسأل الله حسن الخاتمة. لا تنسوني والدي من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.